بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لحادث كنيسة القديسين في المنتزه في الإسكندرية، هو حادث وإرهابي وجريمة آلمت كل المصريين، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، وهذه هي المرة الأولى التي يشعر فيها كل مصري أن هذا العمل الإرهابي استهدفه هو شخصيا قبل أن يستهدف مصر بالمقام الأول. هذا الحادث والطريقة التي تم بها يعتبر نقطة تحول في العمليات الإرهابية الموجهة ضد مصر والتي عرفتها مصر طوال السنوات الماضية. مصر في خلال فترة التسعينات واجهت عمليات إرهابية شرسة جدا، لكنها لم تكن بمثل هذا التكتيك أو هذا التكنيك الذي تم في كنيسة الإسكندرية. حتى الهدف هذه المرة كان واضحا تماما، أنه يستهدف زعزعة الاستقرار في مصر وضرب وحدتها الوطنية وإشعال النار في الاستقرار داخل مصر. لابد أن نقر ونعترف بأن هناك محاولة مستميتة من جانب القوى المتربصة بمصر باللعب بورقة الأقباط، واللعب بورقة الأقباط أصبحت مسألة في غاية الخطورة لابد أن ينتبه إليها الإخوة الأقباط قبل المسلمين في هذه الأوقات الحرجة. اللعب بورقة الأقباط يتم على عدة مستويات، سواء في الساحة الداخلية أو على الساحة الدولية. وللأسف الشديد أنه عمليات المغازلة للأقباط قد وجدت بعض الصدى لدى الإخوة الأقباط، فالبعض استحسنها، البعض صار في التيار لاستغلال مثل هذا التعاطف. لا، هو ليس تعاطف ولكنه استغلال واستثمار للورقة القبطية لتحقيق أهداف سياسية، سواء كان على الساحة الداخلية لضرب الحكومة أو لتوجيه انتقادات حادة للنظام. أيضا على الساحة الخارجية كان الهدف واحد، هو توجيه رسائل قوية للنظام، محاولة الضغط على مصر بصفة خاصة لانتزاع عفوا هي محاولة للضغط على مصر لانتزاع مواقف ما أو زحزحة الموقف المصري عن قضايا بعينها، سواء كان بالنسبة للقضية الفلسطينية أو لما يجري في العراق أو ما يحدث على الساحة الإسلامية بصفة عامة في باكستان وأفغانستان. هذا التصاعد أو هذا التركيز على استغلال الورقة القبطية للعب بها واستثمارها سياسيا يجب أن تنتبه له الساحة الداخلية حتى لا يفت في عضد الوحدة الداخلية المصرية ويؤثر على سلامة الوطن واستقراره في المرحلة القادمة. أعتقد أن الإخوة الأقباط بعد حادث أو بعد الجريمة الإرهابية في الإسكندرية يجب أن يغيروا نظرتهم، يجب أن ينتبهوا جيدا لمثل هذه المحاولات لاختراق الصف المسيحي ومحاولة إثارته على الجانب المسلم واستغلال كل حادث يستهدف الوحدة الوطنية والنظر له بعين واقعية، وهل فعلا من قام به هم مسلمون حقيقة أم هم يستهدفون زعزعة وأمن واستقرار الوطن.